الأهلي صنع التاريخ فأنصفه. أفضل مشاهد الدراما الواقعية اللي ممكن تشوفها في حياتك في نسخة دوري الأبطال السنة دي، من فريق مهدد بالخروج من دوري المجموعات، مغلوب بالخمسة من صن داونز، لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج على القهوة. اخوكم ميدو. نبذه صغيره عن البرنامج اسمه على القهوه لان انا راجل قهوجي وعندي قهوه. هصور معاكم من هنا، هصور معاكم لايف من القهوه، بغطي الدوري المصري، بغطي النادي الاهلي بالتحديد لان انا راجل اهلاوي. اتمنى من كل اصحابي وحبايبي لايك، شير، اشتراك. نبدا حلقتنا بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. النهائي ال 16، النادي الاهلي في النهائي للمره ال 16 في تاريخه، المره الرابعه على التوالي. السنه دي النادي الاهلي بيجسد كل الدراما الواقعيه اللي انت ممكن تشوفها في حياتك. فريق اتغلب من صن داونز 5 في جنوب افريقيا، اتعادل معاه في القاهره 2-2، اتغلب من الهلال السوداني في السودان، قدر يكسب في القاهره 3-0. النادي الاهلي بيجدد فوزه على الترجي لان احنا كعبنا عالي جدا جدا على التوانسه للمره العاشره. 26 جون النادي الاهلي قدر يجيبهم في نادي الترجي التونسي. الكوتش كولر بدأ النهارده بالطريقه المعتاده 4-3-3. علي لطفي لاصابه الشناوي، قلبين دفاع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، ناحيه الشمال علي معلول، ناحيه اليمين محمد هاني. اعتمد على الكثافه العدديه في وسط الملعب، اليو ديانج، حمدي فتحي. يا راجل يا طيب، عنده انذارين ما تجازفش. حمدي فتحي عنده انذارين، مهدد بالغياب عن المباراه النهائيه. قندوسي، سوليه، قفشه، عندك حلول كتير. مروان عطيه قدامهم، ناحيه الشمال حسين الشحات. النجم الذي اعاده كولر ناحيه اليمين بيرسيتاو. بيرسيتاو كان ماشي من النادي الاهلي، الكوتش كولر اعاده للحياه مره اخرى. نجم نجوم النادي الاهلي بيرسيتاو. وطبعا في القلب اللي مكهرب الدنيا كلها محمود عبد المنعم كهربا. النادي الاهلي قدر يجدد الفوز على الترجي بعد ما فاز في رادس 3-0. قدر يجدد الفوز النهارده في استاد القاهره بحضور 10,000 متشجع، كانوا بيهزوا الملعب 100,000. زي ما احنا بنقول الاهلاويه التالتة شمال بتهز جبال. المدرب انيس البوسعيدي ما حاولش النهارده يفتح الملعب قصاد النادي الاهلي عشان ما يكررش نفس اللي حصل في رادس، وعشان يضمن ليه مكان في الجهاز الجاي للترجي التونسي. الاهلي تركه معتاده. الاهلي النهارده حسسني انه بيلعب بخمسه في وسط الملعب. اليو ديانج، مروان عطيه، حمدي فتحي، اللي انت كنت ممكن تخسره احنا عايزينه في النهائي. كلنا عايزين حمدي فتحي في النهائي. بيرسي تاو كان بيضم في قلب الملعب، حسين الشحات كان بيضم في قلب الملعب. بيرسي تاو تركه معتاده، بيضم لقلب الملعب، يفتح الطريق لمحمد هاني. الباك او السيرد باك بيضم ورا بيرسي تاو. شبايه جميله، شبايه متقنه من بيرسي تاو، ثرو باص ولا اروع لحسين الشحات. استلامه جميله جدا، السهل الممتنع تشيب. خلص الكلام، خدت اللي انا عايزه من الماتش. الترجي ما حاولش يفتح الملعب، الاهلي لعب على الاستحواذ، استحوذ على الكره معظم الوقت 90 دقيقه. تغييرات في الشوط الثاني، طاهر، قفشه، عبد القادر. كنا ممكن النهارده نلعب بصانع العاب بدل حمدي فتحي، والله كان ممكن يخلص 2 3 4. الترجي مش عايز يحصل فيه نفس اللي حصل في تونس، بيلعب بتحفظ، خايف. الاهلي ساب لهم الكره شويه، لعب على المرتدات، هجمه خطيره في الثانيه. ممكن النهارده كنت رايح علي معلول والعب خالد عبد الفتاح. ما بنقولش ان المباراه كانت مضمونه، المباراه ما فيش كوره مضمونه على الورق، بس في ارض الواقع لا. الترجي فريق كبير جدا جدا. الاهلي قدر يسجل 26 جون في الترجي. خدنا البطوله في رادس من الترجي، خدنا البطوله من صفاقس بالهدف الشهير للنجم ومحلل قنوات بين سبورت. عندنا 2 مهددين ان هم ما يلعبوش المباراه النهائيه.
حمدي فتحي ومروان عطيه. بكره عندنا ماتش جامد جدا جدا. سان داونز بتعرف تصطاد الفرق في الملعب ده الساعه 4 العصر في الرطوبه وفي الحر. سان داونز بيلعب المباراه الثانيه مع الوداد، خلص الماتش في المغرب، خلص الماتش في المغرب 0-0، حالتين طرد لسان داونز. واحد في الدقيقه 90 مش مشكله، في طرد دوس. ما عرفش الوداد يخطف جون في المغرب، خلصت المباراه 0-0. بكره يلعبوا الساعه 4 في جنوب افريقيا. اتمنى كعربي فوز الوداد. كاهلاوي انا ما ينفعش اخد البطوله وانا حاسس ان انا مكسور. انا اتغلبت من سان داونز 5، مش هنسى. انا السنه دي اتغلبت من سان داونز 5 كلاكيت تاني مره. والله لو لعبت الترجي تاني هكسبه في استاد القاهره. 60,000 هنهز الملعب، بنحرك الصخر. 60,000 في استاد الرعب. الاهلي من بعد دوري المجموعات بيبث الرعب لجميع فرق افريقيا. والله سان داونز مرعوبه منك. انت الاهلي، انه الاهلي يا ساده. بعبع افريقيا، ارقام، احصائيات، كله بيصب للنادي الاهلي. النادي الاهلي تاني اكتر فرقه في البطوله لعبت كرات طوليه. بيرستاو التركه اللي انا كنت لسه بتكلم عليها، شيب من فوق المدافعين مع قطع حسين الشحات. آه عبد القادر، يا عبد القادر انت اناني جدا، انت لعيب جدا، انت احرف لاعب في مصر. بلاش كده، مش عافيه. قفشه نزل وان تو هات، روح وهات كوره عالميه. انت عندك مهاره مش عند حد موجود في الدوري المصري. انت لعيب بمواصفات اوروبيه. اعرف انت بتلعب فين. في الاهلي، التاريخ، المجد. محدش خرج بره النادي الاهلي وصنع تاريخ. وعندنا طبعا رمضان صبحي، طموح. محدش خرج بره النادي الاهلي وصنع تاريخ. احمد فتحي، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، زيرو بطولات. محيت تاريخك. النادي الاهلي ما بينساش، زي ما انا ما بنساش ان انا اتغلبت من سان داونز 5. انا اتغلبت من سان داونز 5، انا بقول. وهاخد البطوله وهصعد كاس العالم للانديه الرابع مره على التوالي. احنا كده كده عارفين ان احنا هنلعب في 25. بتمنى التوفيق لنادي الوداد بكره. اتمنى ان هو ما يخسرش، مش خوفا من سان داونز. انا كاهلاوي اتمنى اقابل سان داونز، كعربي عايز الوداد يكسب. ليه طور برضه مركب محمد الخامس، عافيه. مفيش فير. خدت البطوله عافيه، مفيش فير. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لادارته، مبروك للكابتن محمود الخطيب، الراجل المحترم، الاسطوره. ايوه محمود الخطيب اسطوره، اسطوره لمصر، اسطوره الاهلاويه. الرئيس الذي لا يعشق التصوير ولسانه مش طويل. عندنا شويه اخبار عن نادي الزمالك. في مفاوضات مع موسيماني. موسيماني طبعا عارفين ان هو ساب اهلي جده بعد ما صعد بيه، ان هو استقال. استقال ليه؟ الراجل عايز يعرف انا معاكو ولا. طبعا الرد اتاخر. وكيله اعماله طبعا المشهوره لينا كاهلاويه اتاخروا علينا. يلا، في مفاوضات مع كايزر تشيفز، في شبه مفاوضات مع منتخب نيجيريا، في مفاوضات جاده مع الرجاء. كايزر تشيفز عايزه.
بس موسيماني انا بقول لك مش هيرجع جنوب افريقيا. موسيماني مش هيرجع جنوب افريقيا. نادي الزمالك اول امس كان عنده مباراه مع اسوان، قدر يكسب 1-0. الكوتش اوسوريو رفض يحضر المؤتمر الصحفي. هل ده اتباع لنفس نهج و... واتجاه الاداره ناحيه الاتحاد والرابطه؟ انت مدرب جديد، مفيش ظلم تحكيمي وقع عليك، كسبت اوكسي في الكاس وكل الظلم وقع عليهم. رفض يحضر المؤتمر الصحفي. طبعا الاتحاد هيحط عليه عقوبه. برضه يد الزمالك كسبت النادي الاهلي اول امس في نهائي كاس الكؤوس الافريقيه للمره الثانيه على التوالي. كاهلاوي كان نفسي اخد البطوله دي، كاهلاوي كان نفسي اخد البطوله دي. بس مبروك للزمالك وادارته واصحاب الزملكاويه كلهم. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. اتمنى من اصحابي وحبايبي لايك، شير، اشتراك. ان شاء الله هيكون معاكم كل جديد. اخوكم ميدو، قهوه ام كلثوم. هصور من القهوه، هصور لايف والماتشات شغاله. يا رب اكون عجبتكم. مستني منكم كل الدعم. مبروك للاهلي والاهلاويه.